سنذهب إلى الرباط. معنا من هناك وعبر الهاتف محمد أشرف أبرون الرئيس المنتدب لفريق المغرب التطواني. أشرف، مساء الخير. مساء الخير عبد الله، مساء الخير مراد والأستاذ فؤاد صحابي، مساء الخير. أشرف، بداية كنا نود أن يكون حديثنا معك اليوم حول مباراة دور النصف النهائي، لكن للأسف سيكون الحديث عن الخروج المبكر للمغرب التطواني من الموندياليتو. أشرف، لخص لنا أسباب هزيمة المغرب التطواني في المباراة الافتتاحية للمونديال. بطل المغرب الذي عودنا على الإبداع والإمتاع لم يكن في الموعد وبدا غير جاهز للمسابقة. صراحة ما عندي ما نلخص لك، لأن أنا بنفسي من وجهة نظر المكتب المسير طبعا. طبعا كمكتب مسير بقينا عاجزين، بقينا مشدودين امام من الطريقه اللي يلعب بها الفريق، امام من الخروج اللي كان يعني مرضانا لا حنا لا اللاعبين لا اطر تقنيه، لان حنا كنا كنمنيو النفس باش نوصلوا يعني كاقل حاجه نصف النهائي. وشفتوا اليوم في مباراه اوكلاند سيتي مع وفاق سطيف، شفتوا كيفاش ان الوصول لنصف النهائي كان يمكن يكون في المتناول، لان لعبنا مع اوكلاند سيتي واحد المقابله اللي ربما الكل شاف بان احنا كنا ضعاف، ولكن على الاقل ما بانش قدامنا اوكلاند سيتي بالقوه اللي بان بها اليوم امام وفاق سطيف. فكنظن بان ما عرفتش كيفاش نحلل هذه المباراه هذه، لان كاين عده امور ما تقال. حنا كمسيرين وضعنا جميع الظروف المواتيه، جبنا اللاعبين اللي شفناهم انهم غادي يزيدوا اضافه بالتشاور مع السعد العامري. عملنا معسكر في اسبانيا من افضل المعسكرات اللي قمنا بها منذ تولينا المسؤوليه ديال النادي. يعني المعامله ديالنا الاداريه مع الفيفا كانت تلقينا عليها تهنئه، بحيث ان احنا وفرنا جميع الظروف. أشرف، احنا كمسيرين ملي كنقوموا بهذا العمل كامل وما ما كيجيبش الله، كنبقاو اول المجدوهين واول المفاجئين. أشرف عمل كبير بزاف، كان عمل كبير ان احنا نمشيو بعيد. أشرف، بنظرك من يتحمل مسؤولية الخروج المبكر، المدرب أم اللاعبين أم شيء آخر لا نعلمه؟ كاملين كنتحملوها، ولكن كل واحد بالنسبة ديالو. كيتحمل المدرب، كيتحملوا احنا كمسؤولين كاملين كنتحملوا جزء من المسؤولية، ولكن كل واحد بالنسبة. كاين اللي كيتحملها بنسبة كبيرة، كاين اللي كيتحملها بنسبة أقل. كنظن بان الان هناك خروج، ما بقاوش نبحثوا على كبش الفداء. حنا هناك خروج من تظاهره عالميه. حنا كاول تجربه لنا، طبعا حنا غير راضيين بتاتا على هذا الخروج هذا. ومن قناتكم ميديا ان تي في اعتذر للجماهير التطوانيه باسمي وباسم المكتب المسير وباسم اللاعبين وباسم الاطر التقنيه عن هذا الخروج، لان ماشي غير الطموح ديالهم اللي كان كبير، حتى الطموح ديالنا كان كبير. وهذا اول تصريح للقناه او الاذاعه، يعني المنبر اعلامي من بعد المباراه هو هذا ديالكم، يعني بعد هدوء الاعصاب وبعد ما برد الدم شويه. هذا اول تصريح ديالي كنخرج اليوم. نحن نعتذر للجماهير ديالنا ونوعدهم ان شاء الله بان احنا غادي نعملوا المجهودات كامله ان شاء الله باش نرضيوهم ونحققوا الالقاب ان شاء الله. لما لا، امامنا تشامبيونز ليغ، لما لا العوده الى العالميه من طريق تشامبيونز ليغ.